صباح الخير ومساء عليكم. السامسونج جالاكسي اس 10 ناقص عليه تقريبا شهر عشان ينزل، وانا زيكم بالظبط الصراحه متحمس له جدا. عشان كده النهارده جبت لكم شويه اخبار وتسريبات عنه ممكن تكون مهمه بالنسبه لناس كتير منكم. قبل اي حاجه عايز اعرف رايكم في الكادر بتاع التصوير دوت والانوار اللي ورا والنور الازرق اللي هناك دوت، فقولوا لي رايكم في الكومنتات. وكمان ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الصوت، لان انا جبت مايك جديد اسمه بويا M1 نيك مايك وكنت عايز اعمل عليه ريفيو، لكن قلت مفيش احسن من ان انتوا تشوفوا الصوت بتاعه وتقولي رايكم، ويعني هو الميكروفون ايه يعني غير الصوت. فتمام. زمان كان في حواف كبيره في الموبايلات، بعد كده الحواف بدات تقل شويه، بعد كده بقت نوتش، ودلوقتي بنشوف حاجه اسمها انفينيتي او في السامسونج جالاكسي اس 10، ودي عباره عن دايره كده فيها الكاميرا في كورنر في الموبايل، وشفناها قبل كده في السامسونج جالاكسي اي 8، وكمان شفناها في موبايل من شركه اونر. لكن الفرق اللي عامل طفره في الموبايل دوت ان هم عاملين النوتش ديت او الانفينيتي او في شاشه اوليد، وكل الموبايلات التانية اللي بيتعمل فيها الانفينيتي او النوتش اللي على شكل دايره بتبقى شاشه مش اوليد او مش سوبر اموليد. عشان بالنسبه للشاشات زي ما احنا عارفين الشاشه الاموليد تعتبر من اقوى فئات الشاشات، وانك تعمل فيها خرم ديت حاجه صعبه جدا، وسامسونج المفروض ان هي عملتها في السامسونج جالاكسي اس 10. فبصراحه متحمس جدا اني اشوف شاشه كويسه جدا مع نوتش صغيره، تبقى حاجه جميله. وزي ما احنا متعودين من كل شركه، كل فلاج شيب جديد بينزل لازم تبقى مواصفاته قويه جدا، لكن المره دي في الاس 10 بنشوف مواصفات تتفوق كتير جدا عن الفلاج شيب اللي قبله اللي هو كان الاس 9، لان الاس 10 المفروض هيجي بمعالج سناب دراجون 8150 او اكسنوس 9820، وده اللي هيخلي اداء الموبايل كويس جدا، وفعلا اتوقع اداء مميز جدا من موبايلين الاس 10 والاس 10 بلس. بالنسبه للبصمه شفنا كذا بصمه تحت الشاشه في كام موبايل فاتوا، لكن الاس 10 برضه هيجي ببصمه تحت الشاشه، لكن في فرق شويه. خلينا افهمكم. معظم البصمات اللي شفناها قبل كده تحت الشاشه كانت عباره انك لما بتحط صبعك المكان بتاع الفينجر برينت بينور اكتر، فبيعرف يقرا بصمات صبعك ويفتح. لكن السامسونج جالاكسي اس 10 هيجي بخاصيه اسمها هاي سونيك، وديت بتسمح للموبايل اللي هو يعمل خريطه ثلاثيه الابعاد لصبعك، او يعمل تقريبا كده خريطه 3 دي لصبعك عشان يفتح بطريقه اسهل وطريقه اسرع كمان. بالنسبه للواجهه بتاعه الموبايل فانا بصراحه ما عنديش مشكله في الواجهه بتاعه سامسونج، بالنسبه لي احسن من الواجهه بتاعه اونر وبتاعه اوبو وبتاعه كذا موبايل، لكن المفروض سامسونج بتطور كتير جدا في الانترفيس بتاعتها عشان تبقى اسهل في الاستخدام بايد واحده، فبتحاول تخلي معظم الحاجات اللي فيها حركه تبقى في الشاشه من تحت، بحيث انك لو ماسك الموبايل بايد واحده تعرف تحرك الشاشه وتعمل كل حاجه براحتك. لان احنا زي ما بنشوف الشاشات بقت كبيره، اي نعم ممكن تكون في حجم جسم صغير لكن هي ما زالت كبيره. كمان في تسريبات بتقول ان في نسخ هتيجي ب 5G و12 جيجا بايت رام و1 تيرا بايت سعه تخزين. طبعا دي حاجات تعتبر مواصفات كبيره جدا، وطبعا لو انت في مصر او في منطقه لسه مدخله ال 4G من قريب فما تتحمسش قوي ان الموبايل يكون فيه 5G، لان ديت حاجه مش هتفيدك خالص. يعني احنا عندنا في مصر ما توقعش ان احنا قريب خالص هندخل ال 5G، بس فكره ان الموبايل يجي ب 12 جيجا بايت رام و1 تيرا بايت مساحه تخزين حاجه كويسه جدا للناس اللي معاها فلوس يعني وعايزه تجيب موبايل مواصفاته كويسه. نيجي بقى النقطه مهمه جدا وانا مستنيها بصراحه، عايز اعرف هتحصل ولا لا. الهيدفون جاك. لما اجي اشوف موبايل من سامسونج واجي اراجعه واعمل اي حاجه لازم اذكر ان فيه هيدفون جاك، لان في كذا شركه تاني زي ابل مثلا بيشيلوا الهيدفون جاك او شالوه خلاص وبدا يتمسح من موبايلاتهم، ما بقاش في حاجه اسمها هيدفون جاك، وشركات تانية بدات تقلد ابل. لكن في سامسونج متحفظه جدا خصوصا في الفلاج شيب بتاعها ان يبقى فيه الهيدفون جاك، فلو سامسونج شالت الهيدفون جاك في الاس 10 فاظن ان ديت مش حاجه مبشره خالص لينا او للناس اللي بتحب الهيدفون جاك، لان هنشوف بقى بقيه الشركات اللي كانت لسه متمسكه بالمدخل بتاع الهيدفون جاك بدات تشيله، وشركه تجيب شركه لغايه ما تقريبا هيروح خالص، يعني ده توقعي. فاتمنى جدا بصراحه ان سامسونج تفضل متمسكه بالهيدفون جاك. وبس كده، دي كانت الاخبار اللي كنت عايز اقولها لكم. لو في اي اخبار جديده اتاكدوا ان انا هعمل فيديو او هقولها لكم على الانستجرام او هقولها لكم باي طريقه، لكن اديني مستني يوم 22 تقريبا فبراير او يوم اعلان بتاع الموبايل عشان نعمل عليه ريفيو. وبس كده كان نكون وصلنا لاخر فيديو. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب في القناه عشان خلاص قربنا على 5000 سبسكرايب. وبس كده اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.